السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة البيتي فور الهش الطري الجميل المتماسك في نفس الوقت. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة تشوفوني تابعوني على قناتي، قناة حير الطبخ، وما تنسوش اللايك والشير. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف مكونات البيتي فور معانا هتبقى ايه. أنا معايا كوبايتين من الزبدة، ومعايا كوباية سكر بودرة، وهنا تلاتة من صفار البيض. صفار البيض ده اللي هيخلي لي البيتيفور بتاعي طري وهش وجميل. طب ايه اللي هيخلي البيتيفور متماسك؟ ان انا معايا بيضة كاملة، ومعايا الفانيليا. فانيليا كيس زي كده، لكل بيضة بيبقى ليها كيس، او الفانيليا السايلة هنستخدم منها معلقة صغيرة مليانة. وهنا الدقيق بتاعي دول 3 كوبايات ونص، وهنشوف اذا كنا هنستخدمهم كلهم ولا هنشيل منهم ولا هنحتاج عليهم. دي بعد ما نضرب المكونات دي في بعضها. اول حاجة بقى هنعمل ايه؟ اول حاجة هحط الزبدة بتاعتي. هضرب الزبدة بتاعتي. هي طبعا الزبدة دي طالعة من التلاجة بقالها شوية، اللي هو يعني لا هي جامدة متلجة ولا هي سايحة قوي، اللي هو بصوا لما ادوس عليها انا بعمل مجهود بس مش جامد، يعني ايه، هتتضرب معايا بسهولة. طيب انا هنعم الزبده بتاعتي دي الاول بالمضرب، واللي عنده مكنه مفيش مشكله، مفيش ممكن مضرب يدوي، يعني مش هنقف على حاجه. هنعم بقى الزبده بتاعتنا دي الاول. بعد ما نعمت الزبده بتاعتي هحط بقى عليها كوبايه السكر البودره، وهبتدي اضربهم مع بعض. تقريبا هضرب الخليط ده مع بعضه من ربع ساعه لتلت ساعه، ممكن نص ساعه، على حسب ما هنشوف القوام بتاعها احنا عايزينه يوصل شكل الكريم شانتيه بالظبط. هنضربه ونرجع نشوف شكله ايه. وده ما شاء الله بعد ما ضربناها بصوا يا جماعه بقت شكلها شكل الكريم شانتيه شويه كده. طب انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحط بقى الصفار واحده واحده. هستنى لما الصفار يختفي خالص وبعدين احط اللي بعدها. هقول بسم الله. دلوقتي الصفار اختفى خالص. هحط بقى ايه؟ هحط البيضه الكامله، وبعدين هحط الفانيليا اللي عندي. انا عندي هنا اكياس فحطيت 4 لان انا حاطه 4 بيضات. عندي بقى الدقيق بتاعي، انا معايا هنا 4 كوبايات الا ربع لان انا هشتغل بالمكنه. طيب انا هشتغل بالقمع اعمل ايه؟ هيبقوا 3 كوبايات ونص بس من الدقيق. هبتدي احط الدقيق واحده واحده، مش هحطه كله مره واحده. هقلب بقى، بس انا عايزه تقليب بالراحه. اي بسكوتات يا جماعه ما بتتعجنش، انا بقلب تقليب خفيف كده. انا لسه ما حطيتش الدقيق كله. طب انا عايزه اختبر العجينه بتاعتي، اختبرها ازاي؟ هحط صبعي فيها كده، لو لزقت كده يبقى لسه عايزه دقيق. لو هي طريه بس ما لزقتش في ايدي زي كده يبقى خلاص العجينه كده ايه، تبقى كويسه. انا طبعا هنا هزود كميه الدقيق اللي معايا كمان. بصوا بقى، انا قعدت احط دقيق، يعني زودت شويه دقيق لغايه ما شاء الله. بصوا القوام بتاعها يا جماعه طريه جدا وما بتلزقش خالص. دي العجينه دي للمكنه. انا لو هعمل القمع مش هحط كميه الدقيق اللي انا حطيتها. انا كنت حاطه هنا 4 كوبايات الا ربع، هي تقريبا خدت 4 كوبايات معايا. طبعا دي بيختلف من نوع الدقيق للتاني. انا معايا المكنه بتاعتي هنا، هحط بقى العجينه بتاعتي فيها. مكنه البيتي فور اللي كلنا عارفينها. هقول بسم الله. احطها في قلب المكنه وهقفلها. وانا عندي المكنه دي ليها اشكال كتيره جدا، فهبتدي بقى اشكل فيها زي ما انا عايزه. انا حاطه هنا الشكل ده. دلوقتي هعمل ايه؟ هبتدي اشكل بقى البيتي فور. بسم الله. دي بقى بعد ما شكلناها هنشكل الكميه كلها مع بعض. دي بعد ما شكلناها هنشكل الكميه كلها مع بعضنا، وبعدين هنحطها في الفرن في درجه حراره 180 على حسب سمك التشكيله اللي احنا مشكلينها. لو هي سميكه هتقعد شويه، يعني ربع ساعه وشويه. لو هي صغيره مش كبيره هتقعد من 10 دقايق لربع ساعه. بسم الله ما شاء الله. ده شكلها بعد ما طلعت معانا من الفرن يا جماعه، زي ما دخلناها زي ما خرجت بالظبط. لا نفشت
ولا زادت ولا ثابت ولا اي حاجه. ما شاء الله ما شاء الله، جميله جدا زي ما انتم شايفين. بصوا انا المفروض ما امسكهاش وهي سخنه، بس هوريها لكم عامله ازاي. ما شاء الله، بصوا يا جماعه، سواها حلو جدا، سواها حلو جدا جدا جدا. بسم الله ما شاء الله، جميله. تعالوا بقى نكمل بقيه الكميه وبعدين نشوف هنزينها مع بعض ازاي. هنبدأ بقى نشكل البيتيفور بتاعنا، واحنا بنستنى لما يبرد البيتيفور، ما بنعملوش هو لسه طالع من الفرن يعني. ويفضل ان هي لو انت عملتيه مثلا بالليل تشكليه تاني يوم، او عملتيه الصبح تشكليه بالليل، المهم ان هو يكون برد كويس. الشوكولاته اللي عندي ديت هي شوكولاته خام، وانا مسيحاها على بخار ميه او في الميكرويف. وهنا عندي فرماسيل وعندي جوز هند ودي مربى. بصوا يعني التشكيل ده على حسب ما احنا عايزين بقى. انا عندي اهو، هحط كده مربى هنا عشان الزقهم في بعضهم كده. بسم الله اهو. عايزه بقى هحطها في الشوكولاته كده، مش عايزه ادهنها اي حاجه تاني مفيش مشكله. عايزه احطها في الفرماسيل كده، يعني التشكيل ده بقى براحتنا خالص. مثلا ممكن احطها عندي في مربى تاني زي كده، يعني مش شرط الشوكولات بتاعتنا. وهحطها في جوز الهند، عندي نوتيلا، عندي اي حاجة اللي عندي انا هتعامل بيه. هنكمل بقى الكمية ونشوف هتبقى شكلها ايه معانا. بسم الله ما شاء الله، ده الشكل النهائي بتاعنا للبيتيفور يا جماعة. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، واكون قدرت اوصل لكم يعني المعلومة وكده. لو الفيديو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والشير ومتابعة عشان يوصل لكم مننا كل جديد.